من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما. بقالي شوية بتأمل الجملة دي، وبصراحة حبيت أحكي لكم قصتها. الصحابي سهيل بن عمرو كان مسافر هو وزوجته، وفي نص الطريق اعترضهم قطاع طرق، وأخدوا كل اللي معاهم من مال وطعام، وقعدوا ياكلوا قصادهم من الطعام المسروق. فانتبه سهيل بن عمرو إن قائدهم مش بيشاركهم الأكل، فسألوا عن السبب، فرد وقال له: إنني صائم. استغرب جدا سهيل وسأله: تسرق وتصوم؟ فرد وقال له: أترك بيني وبين الله بابا لعلي أدخل منه يوما ما. بعد سنة أو 2 شافوا سهيل بن عمرو في الحج، وكان متعلق بأستار الكعبة وباين عليه الزهد والخشوع. فقال سهيل بن عمرو وهو بيتأمل حاله: من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما. القصة دي ملهمة جدا، خاصة إن أغلب الناس بتحب تصنفك يا في خانة الخير يا في خانة الشر. ما ينفعش بأي شكل من الأشكال تكون في الخانتين في نفس الوقت، لكن في الحقيقة الإسلام بيقولك عكس التوصيف ده تماما. في حديث لأنس رضي الله عنه بيحكي عن فتى من الأنصار كان حريص دايما إنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت كان بيعمل كل أنواع الفواحش. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: إن الصلاة ستنهاه. وفعلا ما عداش وقت كبير وربنا أصلح حاله. أنا ممكن أجيب لك أمثلة كتير جدا من السيرة، لكن الشيء اللي كلنا بدون استثناء نعرفه ولينا تجربة معاه هو إن الإيمان بيزيد وبينقص، وبالتالي ما ينفعش الإنسان أبدا يستنكر فعل الخير على غيره، لأننا بنعيش كل حياتنا ما بين الذنب والتوبة، ننهزم مرة وننتصر مرات. يعني الاستقامة الحقيقية هي الباب اللي بتسيبه موارب ما بينك وما بين ربنا، علشان تدخل منه وقت ما تفوق لنفسك. تدخل منه وانت عارف ان عمر الباب ده ما هيتقفل في وشك، لكن انت اللي ممكن تقفله بنفسك لو صدقت ان ما فيكش خير. فخلي الجملة دي دايما هي بوصلتك: من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما.